اللهم اصرف عن قلوبنا رؤية الشر في الكون، واجعلنا نرى الخير في يديك والشر ليس إليك. يا رب، اهد أولادنا وبناتنا. اللهم لا ترنا في أحبابنا من أولادنا أو بناتنا أو آبائنا أو أمهاتنا، لا ترنا فيهم مكروها، بل اجبر بخواطرنا في كل من نحب. اللهم اجبر بخواطرنا في أنفسنا. اللهم وإنا نعوذ بك من بدن يمل من الوقفة بين يديك، ونعوذ بك من قلب قاس لا يشتاق إليك. اللهم إن ضعفنا في السير إليك فاحملنا إليك حمل الكرام عليك. رد عنا مشايخنا واجعلهم يعطفون علينا ويعلمون، ورد عنا آبائنا وأمهاتنا واجعلنا في خدمتهم حتى ينتقلوا إليك أو ننتقل نحن إليك يا رب. ومن كان منهم ميتا فاصرف كل أعمالنا إلى موازين حسناتهم يا رب. اللهم اجعل هذا الشهر بداية للوصل معك، ولا تجعل انتهاء هذا الشهر بداية للقطيعة معك. لا تجعل انتهاء رمضان نهاية لنظرنا في المصحف، إنما اجعله بداية لحال جديد مع كتابك يا مولى الموالي. يا رب، هدئ قلوبنا. اللهم سكن قلوب الحيارى، وثبت قلوب المترددين، واهد الضالين منا، وخذ بيد المبتعدين عنك منا. يا رب، أنزل الأرزاق الواسعة على بلادنا. اللهم ارزقنا في الرخاء والشدة، اللهم ارزقنا في الرخص والغلاء. اللهم وسع علينا أيا كانت أحوال الدنيا، فيا رب احتياجاتنا من خزنتك، فاللهم أفض علينا من خزائنك الواسعة ونحن مطمئنون أننا بين يديك. ارحم موتانا أجمعين، ارحم موتانا أجمعين، ارحم موتانا أجمعين، وارفع البلاء عن العالمين. اللهم من أراد ببلادنا خيرا فافتح له ويسر له ووفقه لكل خير، ومن أراد ببلادنا شرا فاصرفه عنا واشغله بنفسه يا مولى الموالي. اللهم إن كانت ليلة القدر فأعتق رقابنا فيها من النار. اللهم وإن لم تكن ليلة القدر فأنت لنا خير من ليلة القدر، فنحن جئنا إليك أنت، وأنت الذي بيدك خير ليلة القدر وخير كل الليالي، فأعتقنا في ليلة القدر أو في أي ليلة، فأنت الفاعل وأنت المعطي وأنت المعتق من الرقاب. اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، وأذن لنا بزيارة بيتك الحرام، وأذن لنا بالوصول إلى بيت وقبر النبي عليه الصلاة والسلام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.